ازيكم عاملين ايه في اول حلقة بعد انقطاع فترة طويلة. تعالوا نبدأ ب Q&A، ومن اهم الاسئلة اللي جت لي، انا مهارة الاستماع عندي ضعيفة ومحتاج ان انا اطور الاستماع. بصراحة الاستماع من اول المهارات اللي اي حد بيتعلم اي لغة محتاج ان هو يطورها. انت لو بتتدرب كل يوم فخلي 50% من وقتك استماع، لان الاستماع مهم جدا، ثم ال 50% التانيين انت بتحرك لسانك سواء في نطق سواء في شادوينج. المهم ان انت تسمع كتير. الاستماع هو اللي هيعلمك اللغة. لو انت كنت طفل صغير فانت طبعا كلنا كنا اطفال، فاحنا بنبتدي نتعلم اللغة من ان احنا بنبدأ نسمعها. طب انا مش هطول عليك كتير وهقول لك المثال بتاع الجيم اللي هو المعروف. لو عايز تحسن عضلة فانت بتتمرنها مرتين في الاسبوع، وبتفضل كل مرة بتبتدي انك تطور فيها اكتر واكتر واكتر. انا النهارده مش هطول عليك كتير، جايب لك 3 مصادر، ومن اهم ال3 مصادر اللي انا اعتمدت ان انا اشتغل عليهم فترة طويلة جدا. اول حاجة فيهم هو تيد. دي من اهم المنصات اللي بتجيب لك فرايتي من الاحداث ومن النيوز الجديدة ومن اي ملتقى علمي. بتجيب لك حد او شخصية مؤثرة وبتطلع انها تتكلم عن الحاجة اللي هي حققتها، او ايا كان هم مهتمين بالمجال معين فبيطلعوا يتكلموا عن اي تطور في التخصص ده او في المجال ده. طبعا مش عايز اقول لك كمية الفوكاب اللي انت بتاخدها قد ايه. من ضمن الكلمات دي كلمات موجودة بالفعل في الايلتس، فهي دسمة جدا. تاني حاجة وهو 6 minute English. 6 minute English فده من أهم البودكاست اللي أنا من فترة طويلة جدا بدأت إن أنا أسمعه. بس أنا هنا عايزك إنك تسمع وتقرأ البودكاست أو تقرأ السكريبت اللي موجود، وتبتدي إنك تعيد السكريبت أكتر من مرة. يعني أنت حاول إنك كل مرة، كل فيديو على الأقل أو كل بودكاست أو كل حلقة أنت بتسمعها اتليست إنك تعيدها 5 مرات. تعيد وتقرا، تعيد وتقرا، تعيد وتقرا. لازم الريبيتيشن كتير، لان انت ممكن تنطق كلمه بطريقه معينه، تيجي مره التانية لما تيجي تركز في اللي انت بتقراه تلاقي النطق اتغير، او تركز في الكلام اللي انت سمعته تلاقي الكلام اتغير. فهنا الاستماع بيحسن معاك النطق كمان. نطق الكلمه دي مختلف ليه؟ اصلا سمعتها بتتقال كده. طب انا هحاول انا اشوف معناها، هدخل مثلا على يو ديكشنري او على جوجل ترانسليت، لا معناها المفروض كده، لا انا كده كنت بنطقها غلط. فهنا اللي فرق معاك هي مهارة الاستماع. اخر حاجة هي VOA او Voice of America. ده مجموعة حلقات لواحدة اسمها انا دي يعني بتتكلم عن الحياة، اسلوب الحياة، سواء انها بتقدم في عمل او بتتكلم مع حد من زمايلها او ايا كان. يعني نظام كده تحس ان هو بسيط وطريقة حلوة وترفيهية شوية. دي من الفيديوهات بتاعتها جميلة جدا، تقدر انك تستفاد بيها وتتعلم منها كمان. دول اهم 3 مصادر هتلاقي في الديسكريبشن تحت، انا جايب لك اللينكات بتاعت كل مصدر فيهم. ابدأ انك تتعلم وابدأ كل يوم انك تتمرن على الاقل، وانت لو رايح اي مكان وانت في المواصلات اسمع 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 كتير، لان السماع هيفرق معاك كتير جدا. سلام، وانتظروني في الحلقات الجاية. باي.